هنيجي نحدث الصفحة مرة تانية كده. طبعا عندك من 6 ساعات بعد ما حدثنا الصفحة بدأ ان العدد يوصل. لو دخلت على الحساب من دول هتلاقيه حساب حقيقي بالفعل، لو دخلت برضه على اللي تحتيه ده هتلاقيه حساب حقيقي. وفي نفس الوقت برضه شباب افضل حدث الصفحة هيجيلك عدد المتابعين زي ما انت شايف كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بإذن الله ان شاء الله هتستفيد من موقع النهاردة وفيديو النهاردة لزيادة عدد متابعين وإعجابات الانستجرام الخاص بيك بدون اي تجميع نقاط، بدون اي حظر حسابات، وبدون اي فلوس. يعني هتخش كده يا باشا، هتبدا ان انت تحط الاكونت بتاعك او ان انت مثلا تزود من خلال الموقع، تاخد عدد متابعين ولايكات وتخرج من الموقع وتزود مرة تانية يوميا عدد يصل من 40 ل 50 متابع بكل سهولة وبكل بساطة. صلى على النبي واذكر الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله. ولو كنت حابب تشتري متابعين على الانستجرام او على التيك توك او على اليوتيوب باسعار وعروض ممتازة جدا، تواصل مع الرقم اللي قدامك على الشاشة ده على الواتساب. هتلاقي خدمة عملاء موجودة على مدار اليوم بتعرفك العروض والاسعار المتاحة والخدمة الممتازة ان شاء الله العرب والمصري من خلال رقم الواتساب. للناس اللي خارج مصر هسيب لها اللينك في اول كومنت مثبت لسهولة التواصل. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة على طول. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وصلي على النبي يا باشا ويلا بينا. الشاشة دي هتعرض لك كل حاجة بالتفصيل. مبدئيا كده هنبدأ ان احنا نضغط على موقع النهاردة. موقع النهاردة هتلاقيه في اول كومنت مثبت، هتدوس على كلمة مدخل. خلي بالك التليجرام انا بنزل عليه حسابات وهمية، فلو ما كنتش عامل متابعة على حسابي على التليجرام او على قناتي على تليجرام هسيب لك اللينك في اول كومنت مثبت. انا بنزل 15 حساب اسبوعيا، فالوضع بيكون اوكي جدا لو انت حابب ان انت تزود عن طريق المواقع دي. اوكي هنا بيقول لك اسم المستخدم وكلمة المرور. هنخش كده على الواتساب. طبعا انا كاتب اسم مستخدم وكلمه مرور لحساب غير اساسي، ما تسجلش بحسابك الاساسي. تمام. عندك ده اليوزر نسخ، وهنحط اليوزر مكان اليوزر. اوكي. والباسورد نسخ كوبي، وهنحط الباسورد. ودي اكونتات لو كنت عايز تزود من خلالها، وان شاء الله بس ايه يعني الناس اللي تشوف ما تغيرش الاكونتات دي. تمام، عشان بس الناس كلها تقدر انها تستفيد من خلال تسجيلها للموقع. هنسجل دخول بالشكل ده كده وتسجل معانا يا باشا بكل سهوله وبكل بساطه. ما لحقناش احنا بنتكلم اهو. اولا بيديك عدد نقاط 75 نقطه، 200 نقطه، 25 نقطه، 100 نقطه، 500، 100، 250. كل النقاط دي بتقدر انت تزود من خلالها عدد خدمات مختلف. يعني عندك هنا اللوف، تقدر انت تزود عدد لوف من خلال رابط الصوره. من خلال رابط الصوره. البحث عن وظيفه، بتبدا ان انت تبحث عن الوظيفه من خلال لينك الصوره اللي للاكونت اللي انت عايز تزوده يكون عام، علشان لما تنسخ لينك الصوره الشخص اللي من خارج الاكونت واللي مش عامل لك فولو يقدر ان هو يخش يعمل لك لايك. عندك تاني حاجه ديت اللي هي الفولو. تقدر انت تحط هنا اسم المستخدم المراد الزياده اليه اللي هو فيديو اندرسكول حسن زيرو، اللي هو ده الانستجرام بتاعي اصلا. هنبدا نضغط على البحث عن المستخدم. هكلمكم عن موقع فولورز شيب. موقع فولورز شيب من احدى افضل المواقع لزياده متابعين الانستجرام وجميع خدمات السوشيال ميديا. طريقه انشاء الحساب، بتدوس على انشاء حساب وبعد كده بتختار الخانه دي بتاعت اسم المستخدم، بتكتب كل البيانات دي وانا لست برنامج روبوت وانشئ حساب بكل بساطه. ومن ثم بتبدا ان انت تسجل دخول بالحساب اللي انت انشاته على الموقع. من خلال كلمه فئه دي بتقدر انت تحصل التطبيق اللي انت عايز تزوده. مثلا احنا عايزين نزوده انستجرام مع ضمان ونختار الخدمه دي هتكلفنا 52 سنت. طيب ازاي ان احنا نشحن الرصيد اصلا في الحساب؟ هتيجي هنا تضغط على الثلاث شرطات اللي فوق على الشمال، وهتيجي تضغط على اضافه الاموال، وهتيجي تختار طريقه الدفع المناسبه ليك. عندك كاش، فيزا، ماستر كارد، باي بال، فودافون كاش، يو اس دي تي، باير، بايونير، وبيرفكت ماني. انا عن نفسي هشحن عن طريق فودافون كاش. بحول الفلوس من خلال الرقم ده، وبعد ما احول واتاكد من التحويل ببدا اضغط على فتح تذكره، ومن خلال فتح التذكره دي ببعت رقمي اللي انا حولت منه وببعت المبلغ، وببدا ان انا ااكد اليوزر نيم اللي انا حابب اضيف عليه الرصيد اللي انا محتاج ان انا اضيفه. مثلا الخدمه دي هنبدا ان احنا نحط لينك الاكونت المراد الزياده اليه، وليكن مثلا الاكونت ده. وهنا من خلال الكميه بتكتب مثلا 100 متابع. بعد ما تتم الزياده بيجي لك العدد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. في عدد برضو حقيقي وعدد اجنبي وعدد فيك على حسب الخدمه والمنصه اللي انت بتستخدمها. ورجعنا لكم تاني شباب. سايب لك طبعا لينك فولورز جي في اول كومنت مثبت. اولا كده بتبدا ان انت تدوس بقى على عدد النقاط. عندك 200 نقطه، فبتبدا انت تزود 200 نقطه بالشكل ده كده وتدوس على ارسال. بتنتظر الوقت بقى المتبقي علشان يبعت لك عدد المتابعين. اوكي بتنتظر ال 115 ثانيه دول. عندك خدمات كتير قوي بقى. عندك خدمه اللايكات، خدمه المتابعين، خدمه التعليقات، خدمه المشاهدات للفيديو والمشاهدات للستوري، وحفظ
كل حاجه متاحه قدام عينيك. بس انت لازم ان انت تستغل الموقع علشان بعد كده تقدر ان انت تزود بتسجيل خروج وبتسجل على طول بنفس الحساب بكره علشان يزود لك عدد المتابعين. طبعا انا خرجت بسرعه، فهنبدا ان احنا نخش على الانستجرام بتاعنا كده علشان نشوفوا عدد المتابعين وصل ولا لا. طبعا موقع النهارده مجاني، موقع النهارده بدون تجميع نقاط، بدون حظر، بدون اي مبالغ ماليه. احنا لسه بنقول يا هادي اهو بنزود عدد المتابعين. لو حدثنا الصفحه كده هنلاقي ان العدد بدا يزيد معانا، طبعا كان زايد من شويه وهيبدا ان هو يزيد معانا العدد بعد ثواني، لان احنا ما لحقناش وخرجنا من التطبيق. تمام، قدامك اهو بدا من 6 ساعات، في ثواني هتلاقي ان العدد بدا يزيد عندك. والاهم من كل ده انك انت ما تغلطش غلطتي وتبدا ان انت تبقى دايس هنا وتدوس هنا مره واحده، لان النقاط اللي هنا هتروح. تمام، طبعا العدد هيوصل بسرعه في ثواني دلوقتي حالا اهو احنا مع بعض اهو علشان اكد لك شرح الفيديو. هنيجي نحدث الصفحه مره تانية كده. طبعا عندك من 6 ساعات بعد ما حدثنا الصفحه بدا ان العدد يوصل. لو دخلت على الحساب من دول هتلاقيه حساب حقيقي بالفعل، لو دخلت برضه على اللي تحتيه هتلاقيه حساب حقيقي. وفي نفس الوقت برضه شباب افضل حدث الصفحه هيجي لك عدد المتابعين زي ما انت شايف كده، عدد لا نهائي، والعدد حقيقي اجنبي وفي فيك، ولكن الفيك بيتشال مع الوقت عشان تبقى فاهم الوضع ماشي ازاي. حدث الصفحه كده العدد بيوصل، وصل لك اهوت عدد متابعين محترم جدا، وكمان بيوصل تاني. ولو كنت عايز تستخدمه مره واثنين وثلاثه هقولك ازاي في فيديو النهارده، بس ركز معايا. اولا كده ان انت ممكن تخش كده على الموقع مره ثانيه بعد ما يبعت لك العدد كله، وبتبدا ان انت تضغط على تسجيل الخروج. شايف علامه تسجيل الخروج دي؟ اضغط عليها بالشكل ده كده. بعد كده يا باشا بتسجل مره ثانيه بحساب تاني اللي انا بنزله لك على التليجرام، قناه التليجرام اللي انا بقول لك انا بنزل لك 15 حساب، خد حسابين منهم مسجل من غير ما تغير الباسورد بتاع اخوك، عشان اخوك اللي في الجروب وفي القناه ده يقدر ان هو يستفيد. تمام، كلنا اخوات في بعض ان شاء الله كده. ولما انزل حاجه حاول ما تحتقرهاش وما تاخدهاش لنفسك عشان كلكم تستفيدوا. تمام، ده بالنسبه لموقع النهارده، موقع ممتاز ما فيهوش اي مشكله، وانا ما عنديش ادنى شك ان انت ما تستفيدش من الموقع ده. لا، انت هتستفيد وتقدر ان انت تزود عدد المتابعين كمان. في مواقع كتير في مواقع كتير. ادخل على القناه وادخل على قسم الفيديوهات، من خلال قسم الفيديوهات اضغط عليه كده وهتبدا ان انت تحصل مواقع وبرامج كتير. عندك موقع زي ده، عندك موقع زي رشك ال 20 متابع، موقع مش عارف ايه لايكات، موقع سهل، برنامج، في كل حاجه لو انت مش حابب المواقع زي كده. بس انا بزق معاك زقه بحيث ان انا انزل لك 4-5 فيديوهات في الاسبوع يحصلوا معاك كل الحاجات اللي انت محتاجها، يحصلوا معاك كل المتابعين اللي انت محتاج تزودهم. ده كل الكلام اللي انا بتكلم فيه. انما انا انزل لك فيديو وبعد كده فيديو ما يشتغلش، ما ينفعش. الطرق دي ساعات بتقف فبنزل غيرها، فانت تكون متابع القناه كويس علشان ما يفوتكش اي جديد من كل اسبوع باذن الله احنا بننزله على القناه. هتلاقي كل الروابط في اول كومنت مثبت، فولو ريسيف في اول كومنت مثبت، كمان لينك الواتساب في اول كومنت مثبت. شكرا جدا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.